الخير يا حبايبي، بصباحكم كل خير ورزق وبركه من عند ربنا. النهارده بقى هنعمل ايه؟ ماشي، هنعمل حبه رز، حبايه وحبايه يعني اللي هو متحمر يعني. ماشي. وهعمل جنبه ايه ونسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. قربي كده. عندي منابين متبلاهم كده من امبارح، بصوا بايته في التتبيله دي. بسم الله ما شاء الله، يستاهلوا بقكم في منتهى الجمال، معلقه عليهم جنب اهو. وكمان خرجه ملوخيه من الفريزر اهي، سايباها بس تفك شويه كده على ما الشوربه تفك كمان. وهعمل شرب، اعمل ملوخيه. وجايبه جرجير اخضر اهو، من الناس تحت كانت في ست فلاحه معديه تحت معاها خضره وحاجات. جبت جرجير وجبت خضار. طبعا زي ما كنت عامله فيديو قبل كده وقايله لكم ان انا ببقى احمر الرز اهو، اللي انا كنت عاملاه معاكم في فيديو قبل كده اهو. اي حد جاي مستعجل متاخر، جالك ضيوف على غفله، جالك اي حاجه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. حطيت معلقتين زيت في قلب الحله، زيت او سمنه زي ما انت عايز. هتقلبي بس دوبك، بس ايه، ياخد سخونيه النار كده. وتكوني غاسله الرز بتاعك وتنزلي عليه على طول. خلصنا الرز بتاعك، مخدش وقت خالص عرفتوا بقى انا ليه ببقى احمر الرز واحمر الشعريه ولسان العصفور واركنه؟ بينفعني جدا. ببقى جايه من شغل متاخره، إيه، تقوم في دماغي اكله كده اقوم اعملها من غير ما اكون مرتبه لها، اقوم على طول بسم الله ما شاء الله في ثانيه كده اكون مخلصه الاكل. معايا الرز هنا اهو مش مغسول، لان الرز ده مزيت. يعني كنت قايله لكم برده الرز ده انا محمراه ده كان مزيت برده، كنت حاطاه قدامكم في الزيت والسمنه من غير ما يبقى مزيت، من غير ما يبقى مغسول اهو. نقلب كده بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. خلصنا الرز، خد مننا وقت، مخدش مننا وقت. حله تسخن بقى كويس كده ويتشوح كده، واحس انه خد ايه، خد لمعه كده حلوه كده في الزيت والسمنه اللي انا حطاها. طبعا انا محمره الرز ده بزيت بس مش بسمنه، عشان لما باجي اخرجه من التلاجة كده زي ما انتم شايفين بينزل كده جري حبايه من حبايه اهو. حابه تضيفي له كمان، لقيت مثلا الرز كتير والرز متحمر شويه، هتقومي جايه ضايفه له كمان زي ما انا هعمل كده. حاسه ان الرز بتاعه ايه، عايز ايه، حبه متحمرين كمان. ميه بقى مغليه، إيه، شوربه بقى موجوده عندك، وتقومي جايه نازله على طول. خلصنا الرز بتاعنا 10 دقايق تبقى عملت الرز. وهنضف الجرجير. صلوا على النبي الاول يا حبايب قلبي، صلوا على النبي كده وحطوا لايك للفيديو، وما تنسوش الاشتراك في القناه. اعملوا لي لايك بقى يا جماعه، كميه العسل بتاعكم بيفرق معايا جدا. نزيد بالملح، ملح بقى ايه التحديق بتاعه كله بقى، الحقيقه بتاعه كله اهو. اول ما احس انه اتشوح كله والرزايه سخنت كده واتمسك كده، انزلي بالشوربه او بالميه المغليه او بالميه بارده اللي عندك يعني. كنت دول 3 كوبايتين ونص رز، كوبايتين ونص ميه. زي ما انتم شايفين الرز الفلاحي بتاعنا زي الفل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حطوا بقى يغلي ويستوي مع نفسه عقبال ما ابص على الفراخ العسل بتاعتنا دي ماشيه شغاله بسم الله ما شاء الله. شايفين التتبيله، ريحه قلب الدنيا، متبلاها من امبارح وحطاها في التلاجة. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ريحه في منتهى الجمال. انتوا شايفين بس مش شامين والله. تبلتها ازاي بقى؟ تبلتها بمعلقه عسل اسمر، وتبلتها بمعلقه صلصه، ومعلقه خل، ومعلقه زيت، وملح وفلفل وكمون وسبع بهارات وتوابل فراخ ومكعب مرق الدجاج. وقمت جايه ماسكه التتبيله العسل دي كلها وحبه كركم صغيرين نص معلقه، وقمت جايه متبلاها زي ما انت شايفه كده، وبصل بودره بقى وتوم باودر. وقمت جايه متبلاها وسايباها في التلاجة زي ما انت شايفاها ومغطياها. صبحت اهي بسويها بسم الله ما شاء الله، الريحه في منتهى الجمال. ولسه كمان لما تدخل تحت الشوايه تاخد لونها تبقى تحفه ان شاء الله. نحط فيها حته فحمايه لكن زي اللي احنا جايبينها من المحلات من بره بالظبط. بصوا يا جماعه بقى كده، تعالوا نسمي الله. خلاص كده هدخلها الفرن. استوت بقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دوبك حبه الصوص اللي فيها كده هينشفوا في الفرن مع اللون اللي هتاخده. بصوا مع بعض كده على الرز بسم الله ما شاء الله. شايفين احلى حبه رز اهو. انا هديت له النار بقى وسبته ينشف 3 4 دقايق وهطفي عليه. خلاص كده الرز استوى. نعمل الملوخيه. الرز خلاص استوى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هشيله بقى من على النار. يلا بقى نعمل الملوخيه مع بعضنا. معايا الشوربه فكت وغلت اهي. هنزل بقى بايه، بالملوخيه بتاعتنا العسل اهي خارجه من الفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنا الطاسه الصغيره دي بتاعت الملوخيه
حاطه فيها معلقه سمنه كده حلوه كبيره كده. طبعا انا عامله كميات قليله، انت تقدري تعملي الكميه اللي تريح. دي ملوخيه الخلاط اللي كنت عاملاها في الخلاط زي الفل اهي، مفرومه خالص اهي. لو لسه بقى بتتابعوني لغايه النقطه دي بقى، متنسيش تعملوا لايك يا حبايب قلبي، اشتراك في القناه عشان ربنا يبارك لي فيكم كده. انتوا حبايب قلبي كتير بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي وبيتفرجوا على قناتي، ليه ما بتعملوليش لايك؟ انا مزعلاكوا في حاجه؟ وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يعني انا وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يعني بصوا، يعني بيصبحكوا اللي زي العسل ده، بيصبحكوا اللي زي العسل ده كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديو يا ست الكل، او انت يا سيد الناس. لايك لايك بقى كده، عشان زي ما ملك قالت لكم بقى، فعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واللايك عشان بالله عليكم بالله عليكم اللايك بيفرق معانا جدا، والكومنت والشير يا حبايب قلبي. واتمنى كده ان قناتي تكبر بيكم. مش هيجرى حاجه لو شاهدت الفيديو للاخر يا حبايب قلبي، فضلا وليس امرا، لان انا قناتي مش هتكبر غير بيكم والله العظيم. انا املي في ربنا وفيكم، واحنا بنساعد بعضنا بس مش اكتر. وانا ما بعلمش حد الطبيخ ولا حاجه والله، بس هي بتيجي افكار. بعمل اكله بقوم جايه مصوراها معاكم، ممكن انا اكون بضيف للاكله حاجه زياده، في حاجه ناقصه انا مش حاطاها، بنكمل بعضنا بس مش اكتر. انا ما بعلمش حد الطبيخ والله يا جماعه. انا بحب المطبخ وبحب اطبخ، وبطلع اطبخ بس معاكم كده واوريكم مثلا طبخي عامل ازاي، او غدانا النهارده هيبقى شكله ايه، او هنتغدى ايه. يلا عشان ما اطولش عليكم بقى الفيديو. انا حاطه هنا بقى السمنه ساحت خالص اهي. هنزل بقى بايه، انا ما بكترش التوم عشان احنا عندنا مشكله مع التوم. انا مش هحطه دلوقتي الكزبره الا لما التوم ده ايه اشم ريحته، عشان الكزبره ما تتحرقش. ماشي، والملوخيه ماشيه جنبي. بصي يا ست الكل، انا خلاص ايه شميت ريحه التوم، طلع زي ما انتم شايفين كده وخد اللون الدهبي الفاتح. هنزل بقى بالكزبره بتاعتي. ليه انا ما بحطش الكزبره مع التوم في الاول؟ عشان مش عايزه الكزبره تتحرق مني، عايزه الريحه الجميله دي كده. الله الروان. ملك بتقول لي الله يا ماما الريحه جميله. والملوخيه بتاعت العسل جنبي شغاله بسم الله ما شاء الله. الله ينور. بصوا بالله عليك اعملوا لي لايك، اوعوا تنسوا اللايك. زي ما انتم شايفين كده الجمال والحلاوه دي والراحه والريحه في منتهى الجمال. عملنا غدانا ما خدش وقت خالص. الملوخيه خارجه من الفريزر، والرز عندنا الرز بتاعنا محمرينه وحاطينه في التلاجة، والفراخ متبلاها من بالليل. عملت طبق السلطه ونضفت الجرجير. الاكل ما خدش مني وقت خالص. بسم الله. لا اشهقي انت بقى. الله الله على الحلاوه والجمال. الله الله على طشه الملوخيه. شايفين بقى وشايفين العظمه دي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين العسل؟ شايفين جميله؟ ملك بتقول لي جميله وانا عارفه انها جميله. يا ماما بتعمل حاجه وحشه؟ لا. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه كده اللهم بارك بألف هنا. اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي، ربنا يبارك لي فيكم يا رب ما يحرمنيش منكم. نصب الملوخيه بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حبه ملوخيه عسل. ملك مش قادره تقاوم الريحه يا جماعه. شايفين بسم الله ما شاء الله الحاجه كلها. بصوا طالعه لسه من الفرن. والله العظيم والله العظيم ما خد مننا وقت خالص، قسما بالله اقل من نص ساعه كنت عامله الاكل ده، لان متبله الفراخ من بالليل وعامله اللي محمره الرز ومحطاه عندي مجهزاه للطوارئ، والملوخيه جاهزه في الفريزر عملتها دوبك الطشه بس، والشوربه كمان خارجه من الفريزر. عملت حبه السلطه، نضفت الجرجير، كله بسم الله ما شاء الله. ما والله والله انا ما بكدبش عليكم، اقل من نص ساعه كنت مخلصه الاكل اللي جميل اللي يفتح النفس ده، اللي ما يستاهلش والله غير بقكم. بالله عليكي بالله عليكي ما تخرجي من الفيديو ده الا ما تسمعيني الصلاه على النبي يا حبايب قلبي في الكومنتات. تعملي لايك للفيديو وشير. بالله عليك كل اللي بيتفرج على فيديوهاتي يعمل لي، مش هيجرى حاجه والله العظيم يا جماعه لو عملتوا لايك بصباعك العسل كده. دوسي لايك وشير عشان بس قناتي تكبر بيكم كده يا حبايب قلبي واوصل للقمه، لان انتوا اللي هتكبروني وانتوا اللي هتعملوا زي ما عملتوا ناس كتير بفضل ربنا وليكم. اتمنى يا حبايب قلبي ان الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم بخير يا حبايب قلبي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.